السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد أو أول فيديو يعتبر بقى في قناتكم الجديدة، قناة كريم المغربي. هنتكلم بقى عن كل الحوارات والحكايات والروايات الدايرة في الوسط الرياضي والبطولة الأفريقية طبعا في المغرب، والأعلام المغربية ترفرف في أفريقيا. الإعلام الجزائري والمنتخب والجمهور الجزائري يرفع الأعلام المغربية بعد انتهاء اللقاء اللي جمع بين الجزائر والسودان في لقطة يعني دراماتيكية بتدل على مدى الاحترام والتقدير اللي قدمه امبارح الجمهور الجزائري في حق المغرب. حاجة محترمة وحاجة مشرفة، ولازم نطلع نتكلم عنها لما يكون في جزء إيجابي. لازم نطلع ونوضح، لازم نطلع ونتكلم ونقول رأينا ونقول الشكل المحترم اللي قدموه امبارح الجمهور المغربي، الجمهور الجزائري المحترم اللي امبارح كل الجزائر. حتى السؤال الصحفي لبعض الجمهور الجزائري، مين في وجهة نظرك او تتمنى مين في وجهة نظرك لو الجزائر ما صعدتش من دور المجموعات او لم تصعد للنهائي او ما خدتش البطولة، تتمنى مين يكون صاحب بطولة الافريقية 2025 2026؟ طبعا الاعلام الجزائري بالكامل اختار المغرب، ودي في حد ذاتها حاجة محترمة جدا جدا جدا. ومش عايزين نصنع الفتنة، الناس اللي بتقعد تتكلم والناس اللي بتقعد تبرر والناس اللي بتقعد تختلق المشاكل بين الجزائر والمغرب، مفيش الكلام ده. الجزائر والمغرب امبارح شفنا الاحترام، شفنا الاعلام المغربية اللي امبارح اترفعت بعد انتهاء اللقاء بين الجزائر والمغرب. شفنا الاعلام المغربيه اللي تم يعني رفعها فين الاستاد، وشفنا الاحترام الكبير جدا 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 اللي قدمه الجمهور الجزائري المحترم. ورياض محرز امبارح اللي كان عامل تألق كبير جدا مع المنتخب الجزائري. رياض محرز نقطه القوه الكبيره جدا 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 للمنتخب الجزائري، قولا واحدا هو احد الاعمده الرئيسيه في الفوز امبارح. وبعد اللقاء لقينا بقى الاعلام المغربيه اللي بترفرف بقى في استاد يعني استاد المغرب. حاجه محترمه جدا جدا جدا، نتمنى نفضل شايفينها، وهي دي الروح اللي تسود، الروح اللي الطبيعيه انها مش عارف الاضاءه تمام كده. نتمنى الروح اللي هي تسود بين المنتخبات العربية جميعا. نتمنى صعود المغرب، ونتمنى صعود الجزائر، ونتمنى صعود تونس، ونتمنى صعود مصر، ونتمنى صعود كل المنتخبات العربية. تبقى حاجة مشرفة للعرب، يعني حاجة قوية جدا. انت بتلعب في افريقيا، بتلعب كل المنتخبات الافارقة، فلما الاربع او الخمس منتخبات العربيين يصعدوا للادوار النهائية، فدي في حد ذاتها انجاز للكرة العربية. انت دلوقتي زي ما بيقول لك انا وابن عمي على الغريب، انا واخويا على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب. فدلوقتي العرب كلهم اخوه. فدي بطوله المفروض زي بطوله كاس العرب ما كنا بنشجع مصر، وبعد مصر تونس، وبعد مصر اسف المغرب. وكنا عشان احنا شعب بنحب المغرب، مصر طبيعي بتحب المغرب جدا جدا جدا، والمصريين عارفين وبيعشقوا المغاربه. المصريين بيعشقوا المغاربه في كل مكان، وده طبعا موجود، وده المغاربه عارفينه وعارفين مدى الحب اللي موجود بين المغرب ومصر. حاجه بتكون محترمه جدا جدا جدا، وطبعا هم عارفين غلاوتهم عندنا، واحنا عارفين غلاوه المصريين عند الجمهور المغربي. حاجه كبيره جدا جدا جدا، وحاجه عظيمه، وحاجه يعني فوق الخيال. ده اللي احنا عارفينه عن جمهور المغرب العظيم والمحترم. فنتمنى البطولة تفضل مستمرة، ونتمنى المغرب يفضل بنفس القوة، نتمنى يفضل نفس القوة عند الجمهور، عند المنتخب المغربي. وبإذن الله المنتخب المغربي يصعد للدور النهائي إن شاء الله بإذن الله. تمنياتي، هقول لك تمنياتي، ولكن عايزك تضرب اللايك، وعايزك تفعل الجرس وتشترك في القناة عشان يوصل لك كل ما هو جديد في قناتكم كريم المغربي، وكل الفيديوهات الجديدة، وبقى الحصريات ان شاء الله اللي هتحصل مع المنتخب المغربي. اي حصريات هنكون بنوافيكم الاحداث اول باول. ولكن قبل اي حاجة عايزك تضغط اللايك
وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان كل ما هو جديد يكون في حساباتك ويكون واصل لك اول باول. امنياتي وامنياتي ان شاء الله باذن الله هيكون مصر والمغرب او المغرب ومصر هم دول هيكونوا اجزاء او اطراف البطوله او اطراف النهائي ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. عايز توقعاتكم، هل انت تتوقع المغرب يصل للنهائي؟ باذن الله يصل للنهائي. هل تتوقع مصر تصل للنهائي؟ ان شاء الله تصل للنهائي. الجزائري بقى اللي بيتفرج عايزك تكتب توقعاتك بكل احترام وبكل ود وهرد عليك. هل انت شايف المنتخب الجزائري قادر على الوصول للمباراة النهائية؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات وهرد على تعليقاتكم كلها أول بأول. عايز كل التعليقات بتعليقات حضراتكم بالتعليق. مين هم أطراف المباراة النهائية؟ إن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم يكون المغرب ومصر او مصر والمغرب. ده امنياتي وباذن الله ان شاء الله باذن الله ده اللي يحصل في هذه البطوله الكبيره التي تقام في دوله محترمه جدا 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 وتنظيم على اعلى مستوى. تنظيم المنتخب او تنظيم المغرب حاجه عظيمه وحاجه مشرفه. هي مش مشرفه فقط للمغرب، لا هي مشرفه لكل العرب. لما يكون في دوله عربيه وافريقيه، يعني انا اقول لك دوله عربيه اقول لك برضه في قطر، لكن دي دوله افريقيه تقع في قاره افريقيا وتكون بهذا التنظيم وبهذه المتعه وبهذا الشكل الخرافي، فده في حد ذاته يعني شابوه شابوه للمغرب وشابوه للملك محمد السادس ولي العهد. طبعا حاجه عظيمه جدا 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 ومحترمه جدا جدا جدا. ده كان كل فيديو النهارده يا مغاربه. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسوناش باللايك المتين والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل ما هو جديد. هنوافيكم بالاحداث لحظه بلحظه، ولكن ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم.